هنا ميزوهارا بتيجي عند كازو وبيتفاجئ لما بيشوفها، بيقول لها خير، ايه اللي جابك الساعة دي؟ بتقول له اصلا انا ضيعت المفتاح بتاعي. بيفضل يبص عليها وهو مصدوم، ومن تلقاء نفسها بتدخل البيت. بتقول له صاحب بيتي هيجي بكره، يمكن اكون ضيعت المفتاح في النادي لما كنت بلعب الكرة. كازو بيقول مع نفسه ما تتصل بصاحب بيتك يجي دلوقتي. وبتقول له بيتك مكركب زي العادة، وبتعتذر منه علشان يمكن يكون هينام دلوقتي. وبيقول ايه ده، هي ميزوهارا بنفسها معايا في الوقت ده؟ عادي يعني، احنا مجرد جيران ولازم نساعد بعض. بس لما بيشوفها بتجهز نفسها بيقول ايه ده، هي بجد هتنام في بيتي ولا ايه؟ طب ازاي هسألها اذا كانت هتنام في بيتي ولا لا؟ ازاي هجيب الجرأة؟ هنا بتروح البلكونة وبيقول هتعمل ايه في البلكونة في الوقت ده؟ بتقول انا متأكدة ان انا قفلت باب البلكونة بتاعتي علشان هما البلكونة بتاعتهم لازقة ببعض. وبتروح علشان تنط للبلكونة بتاعتها. قال لها بس انت هتأذي نفسك. قالت له بس انا لازم امد ايدي. وكازو بيعتذر منها بس كانت هتقع، وبيروح علشان يساعدها وبتقول له سيبني لازم افتح الباب. هنا بيقول لها انا بجد اسف. وطبعا هوب بيقع هما الاتنين. بتفضل تبص عليه كده وهو بيبص عليها وبيقول بجد مزهرة بنت لطيفة، بس بتديه القلم ده. وبتقول له مادام كده يلا نط افتح لي الباب. هنا بيعتذر منها وبيقول لها ما كانش قصدي اي حاجة، وهي كمان بتعتذر منه. اوب بتيجي ماميسا ودي الكارثة. دلوقتي خلاص كملت. ميزوهارا بتقول له هو انت مش هتفتح الباب؟ مين اللي بيخبط؟ وبيقول لها اللي بتخبط مامي سان. ميزوهارا بتتفاجئ وبتقول له هو انت بتقول ايه؟ هو انتوا اتفقتوا ان انتوا هتتقابلوا هنا صح؟ وبيقول لها لا طبعا، اصلا اول مرة تيجي البيت. بيفضل يقول كازو مع نفسه كل مرة كنت معزمها ان هي تيجي البيت عندي بس دائما كانت بترفض. ايه اللي حابك دلوقتي وتيجي في الوقت ده؟ وكمان ميزوهارا موجودة. وبتحاول ماميسا ان هي تفتح الباب علشان ما كانش قافله بالمفتاح. بيمسك ايد ميزوهارا وبيقول لها يلا خلينا نستخبى بسرعة. بتدخل البيت وبتفضل تنادي على كازو. بتقول له هو انت موجود؟ بتحاول ان هي تدخل بس طبعا هي مش مطبعة ان هي تدخل لبيت حد مش موجود. وبيقول خلاص دلوقتي النهاية، بس بترجع وبتروح. وبيقول خلاص احنا في امان دلوقتي. وبيطب خلاص اغمى عليه. وبتقول له ميزوهارا هو انت ليه توترت كده؟ لازم توضح لي ايه اللي بيحصل هنا. هو انت بتخرج معاها ولا ايه؟ وليه جت دلوقتي؟ وبيقول لها ما تسأليش اي حاجة دلوقتي. وبتفتكر لما كانت بتتكلم مع ماميسان وبتقول لها انه كازو بيحبك، بس طبعا ماميسان في وقتها كانت رفضت. بس دلوقتي يمكن تكون عرفت قيمته لما لاحظت ان ميزوهارا وروكا وساكورا حواليه. وهي راجعه لبيتها بتفتكر انه شافت شنطه في بيته وبتقول شنطه مين اللي انا شفتها؟ اما ميزوهارا طبعا زعلت وقالت له خلاص هروح البلكونه بتاعتي وهقعد فيها لغايه الصبح. مش احنا البلكونه بتاعتنا لازقه ببعض؟ هحاول انط. بيقول لها استني علشان اشوف اذا راحت ولا لسه. بتقول له خلاص مفيش اي حد هنا. وبتشكره علشان استضافها. هنا بيفتكر جدتها لما ترجته ان هو يكون سند ليها. بيقول لها وانت احتجتي المساعده في وقت؟ وبتقول له ايه اللي انت بتقوله دلوقتي؟ بيقول لها علشان انا هعمل اي حاجه علشان اساعدك كوني جارك يعني. وبتقول له بابايا سابني وانا صغيره، علشان كده انا ومامتي رحنا عشنا مع جدتي، وفي وقت قصير حتى مامتي ماتت. علشان كده اضطريت ان انا اعيش مع جدتي، وكانت كل حاجه في حياتي عوضتني عن ماما وبابا كمان. علشان كده جدتي كل حاجة في حياتي. احنا ملناش بعض، وانا وعدت جدتي ان انا هكون ممثلة وكمان هكمل في الجامعة، وده كان حلمي. كازو بيفضل يبص عليها كده وبيفتكر لما قالت له انها ممثلة فاشلة. اول مرة اتقابلوا مع بعض قالت له الجملة دي. هنا بتقول له انا لازم اروح وبعتذر منك على اللي حصل في الليلة دي. بيقول لها استني، انت على الاقل عيلتك ميتة بس انا عيلتي عايشة وبعاد عني، يعني مش مستفاد منه اي حاجة، عايش مع جدتي. وبيقول لها انت بنت رائعة وبجد في عندك موهبة، اتمنى ان انت تحققي حلمك وانا معاك للنهاية. بتفضل تبص عليه كده وبتقول له بجد انت واحد غبي، بس مع ذلك بتقول له انت كمان لو احتجتني هتلاقيني واقفة جنبك. بيقول مزوهرة بتفكر في غيرها، بجد بنت جدعة. وتاني يوم بيجي الجامعة وبيقول بجد مشاعري صادقة، يمكن تكون مزوهرة حبيبة مستأجرة او جارتي مش مهم. وبيقول حتى لو كنت بشتغل عندها او هي حبيبتي. ولما بيلتقوا مع بعض في الجامعة بيعملوا كأنهم مش بيعرفوا بعض علشان هما متفقين ان هما ما يتكلموش مع بعض خالص، وكأنهم ما يعرفوش بعض نهائيا. وبتعدي من قدامه كأنه مفيش اي حد وبيبدأ ينط علشان يلتقى بيها. بس كانت ماميسا بتراقبه من بعيد ولاحظت ان هو بيتصرف بطريقة غريبة. هنا راح المكتبة وابتدى يطبع صورة ميزوهارا وبيقول ايه اللي بيحصل لي دلوقتي؟ هو انا ليه بعمل كل ده؟ بس بجد
في حاجة غريبة، بحس انه في حاجة غريبة بيني وبين ميزوهارا حتى لو كانت حبيبة مستأجرة. وبيفضل يفتكر طريقة كلامها معاه، ولما بتزعل او بتشوفه مع اي بنت غيرها بتزعل وكأنها مش حبيبة مستأجرة. وبيبص على الصورة التانية، كل صورة عندها شخصية مختلفة عن التانية. وبيقول انا ليه بفكر كده، وهوب بتطبع عليه ماميسا. قال لها هو انت هنا؟ قالت له ايوه. ايه اللي مخبيه وراك؟ قال لها لا مفيش حاجة مهمة. وبتقول له خلاص مفيش مشكلة، هو انا ممكن اتكلم معاك شوية؟ وبيوافق. اما روكا بقى بتشتري اغراضها، والبنت دي نسيناها شوية، بس طبعها صعب جدا وحاجتها غالية عليها. هنا بيقول اكيد عرفت حاجة بيني وبين ميزوهارا. وبتقول له انا سمعت انه ميزوهارا حبيبة مستأجرة. وبيقول لها ايوه. قالت له ليه ما اتفاجئتش؟ قال لها علشان ميزوهارا هي اللي قالت لي. وقالت له بصراحة جيت عندك امبارح وافتكرت ان انت مع ميزوهارا. قال لها لا طبعا مستحيل، في فترة كنت استأجرتها بس دلوقتي لا. وقالت له ما تنساش ان انت خدعتنا كلنا. هنا بتقول له قولي هي دي غلطتي انا؟ كازو بيقول لها لا طبعا انت مالكش علاقة اصلا. وبتقول له دلوقتي انا ارتحت. كازو بيقول لها خلاص انسي، مفيش اي حاجة من الكلام ده. هنا بيقول اكيد مش هقدر اقول لها على الحقيقة لانه دي هتعملني مشكلة. وبيقول لها بصراحة انا بعتذر منك، بس ممكن ما تقوليش اي حاجة لميزوهارا. وبتقول له طبعا، بس ماميسا بتقول له انت اكيد مش بتحبها صح؟ وبيقول لها لا طبعا مش بحبها. وبتقول له الحمد لله دلوقتي ارتحت، بس انا اسفة علشان شكيت فيك. بتمسك ايده وبتقول له بس انت كده بتضيع عمرك، انت لازم تعيش حياتك وتلاقي حبيبة المستقبلية ليك. طبعا مش زي ميزوهارا، انا مش بقلل من شغلها، بس لازم تلاقي بنت قد المقام تليق بك، يعني انت اكيد فاهمني صح؟ وبيقول له طبعا فاهمك انا. هنا بيقولوا اخيرا كنت فاكر انه هي عرفت كل حاجة، بس طبعا ماميسا بنت مش سهلة ذكية يعني. وقالت واحد كذاب، انا شفت الشنطة بس يمكن تكون مش بتاعت ميزوهارا واكون ظلمها. وهوب بتطب عليه روكا. قالت له وانت فاكر ان انا نسيتك ولا ايه؟ قال لها وانت بتعملي ايه هنا؟ قالت له بس انت يمكن خسيت شوية، انت مش بتاكل ولا ايه؟ خلاص هروح معاك البيت وهطبخ لك. قال لها وانت هتروحي معايا البيت؟ قالت له طبعا، هو انا مش حبيبتك؟ انت بتتجاهل الموضوع يمكن. وبتقول له يلا خلينا نروح بسرعة علشان هنروح نشتري اغراض. وبتروح بتفضل تشتري، بس هو بيبص عليها. وبتقول له وانت ليه متفاجئ؟ قال له وانت ليه اخدتي السلحفانه دي؟ قالت له مالكش علاقه، انا اللي هطبخ مش انت. وبتعمل له الحركه دي. هنا بيجوا البيت وبتقفل الباب. قال لها ما تسيبي الباب مفتوح. قالت له لو دخل حرامي هنعمل ايه؟ وبتلبس لبس الطبخ. وبتقول له انت بس بص كده وهتشوف انا هطبخ لك ايه. بس طلعت فاشله، بس بتبص على الدفتر وبتطبخ. وقال ايه ده، هي بتعمل كل ده علشاني انا؟ يمكن حسيت ان روكا كمان خصيت. قالت له بالعكس انا زدت وزني شويه علشان انا باكل مش زيك انت. وبيقول لها هنشوف دلوقتي. تتكلم لوحدها وقال لها وانت بتقولي ايه؟ قالت له انا اول مره احب شخص. وبيفضل يبص عليها وهو متفاجئ كده، وبيفضل ياكل. قال لها خلينا نشوف دلوقتي. كانت متوتره بس قال لها بجد الاكل طيب؟ قالت له بجد. ابتدت تبعت رساله. قال لها هو انت بتترسلي مع مين؟ قالت له مش مهم. هنا بيقول لها بس انا عندي فضول. وبيعرف انه هي بعتت رساله لمامتها انه هي مش هتيجي الليله. قال لها هو انت بتعملي ايه؟ قالت له انت بس بتتوهم. هنا بتقول له اصلا ليه بتعمل كل ده يعني، هو انا مش حبيبتك؟ وبتقول له خلاص هروح، انا اصلا عندي كرامه. بس لما بتفتح الباب بتلاقي المطر. وبتقول له هنعمل ايه؟ مفيش باليد حيله، مضطره ان انا ابات الليله هنا.